السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الخير والجمال والسعادة على عيون أجمل متابعين وأجمل مشاهدين. ربنا يا رب يديمكم نعمة كده في حياتي يا رب، اللهم آمين. ويجعل في يومكم البركة والخير والصحة والسعادة. النهاردة بقى هنبتدي يومنا. يلا تعالوا هنشوف هنعمل ايه. احنا يعني لسه بادئين اهو، مش يعني صاحيين من النوم، دخلنا على المطبخ كالعادة، حضرنا فطارنا. طبعا اول حاجة بنشغل القرآن الكريم. زي ما انتوا شايفين كده بنبتدي يومنا بإذاعة القرآن الكريم. ربنا يهدينا يا رب، اللهم امين، ويهدي الناس كلها. هنا بقى كنا فاتحين بقى نهوي وكده. شايفين بقى النهار لسه بادئ اهو معانا. انا بوريك اهو ده المسقط عندي، شايفين الشمس وجمالها. طبعا انا عارفه ان انتم مش شايفين حاجه يعني وكده عشان الشبكه اللي فوق، بس انا حبيت اوريكم يعني ان النهار لسه طالع وكده. دخلنا بقى عشان نحضر فطارنا. دي بقى الجبنه الفلاحي بتاعتنا والبطاطس المهروسه. وهنا بقى انا كنت شاويه بتنجان. بصراحه نفسي راحت له على الصبح. هنا بقى قلينا البيض، وده بيض بلانشون. زي ما انتم شايفين. انا بحب بصراحه البيض بلانشون ده قوي. طبعا انا عامله هنا بيض للي ما بياكلوش البيض بلانشون، وعامله لهم بقى عامله لنا البيض بلانشون. وعماله اوريك اهو الجبنه القديمه بقى وجمالها. وهنا بقى معايا البطاطس المهروسة بالزبدة والملح والفلفل. هنا بقى كنا خلصنا فطارنا الحمد لله، وشطبنا مطبخنا مكان الفطار. دخلنا بقى قلنا على الغدا على طول. زي ما انتوا عارفين ان النهار بيجري بسرعة قوي قوي من ساعة ما الساعة اتغيرت. طلعت بقى، كنت انا سلقة لحمة وكده. طلعت بقى هنا لوبيا، قلت هعملها على طول معايا. هنا بقى هي اللحمة كانت استوت معايا زي ما انتوا شايفين. شايفين اللحمة بقى وشوربة متظبطة. الشوربة بتاعت اللحمة دي يا جماعة انا عاملاها ازاي الوصفة. انا هنا غالية المية اول حاجة في الحلة. نزلت عليها بمعلقة سمنة بلدي، فصين حبهان، 4 ورقات لورا، فلفل اسمر، بصل وطماطم. هنا بقى بعد ما المية بتبتدي ان هي بتغلي معايا بنزل عليها بكل الحاجات دي. انزل عليها باللحمة بقى وكده واغطيها لما تستوي وتاخد وتدي مع نفسها. هنا بقى اللوبيا انا كنت طبعا نقيتها وغسلتها وخدتها سلقت يعني غلوتين كده في ميه سلق. وهنا بقى كنت مجهزه لها بقى بشره لها بصلايه. وضربه طماطم في الخلاط. طبعا بدبل البصلايه كده على النار في معلقه سمنه بلدي، بعدين بنزل عليها بالطماطم. وبعدين لما الطماطم تاخد لها غلوتين كده ولا حاجه بقوم نازله باللوبيا. هنا بقى كان غدانا خلص، عملنا بقى شوربة لسان عصفور. وهنا بقى دي اللوبيا معايا اهو، رز بشعرية و... وترشي ولحمة وكده. دي اللحمة اللي انا سلقاها اهو. هنا بقى كنا الحمد لله اتغدينا وشطبنا مطبخنا، ولقينا بقى ضيوف حلوين كده وعزاز على قلبنا داخلين علينا. وده كان يومنا النهارده. ودي الضيافه اللي انا هقدمها للضيوف، ده غير الفاكهه طبعا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.